قصة فتاة لبستها 6 أرواح، مش روح واحدة، لا وواحدة من الأرواح دي كان لوسيفر بذات نفسه. تعالوا مع بعض نعرف قصة أناليس ميشيل. وانزل يا ابني بالإنترو. أناليس ميشيل اتولدت في مقاطعة بافاريا في ألمانيا 1952. كانت من عيلة مسيحية كاثوليكية متدينة، وعيلتها كانوا ناس مسالمين جدا عايشين الحياة بصورة طبيعية، وده خلى أناليس تعيش حياتها زيها زي أي طفلة. وكانت طفلة بتضحك دايما، وعلشان هم عيلة متدينة كانوا بيروحوا الكنيسة بشكل منتظم لحد ما وصلت سن 16 سنة، وبدأت حاجات غريبة تحصل لها وتحولت حياتها لجحيم. أول حد اكتشف الظواهر الغريبة اللي بتحصل لأناليس هي مامتها، وده وهي بتطمن عليها بالليل زي كل يوم. أناليس كانت بترسم. مامتها لاحظت إن أناليس بيجيلها حالة من الارتجاف، وابتدت تترعش من غير أي سبب. في الأول الأم قالت إن بنتها بتحاول تلفت الانتباه ليها، أو إنها شافت الحركة دي في حتة فبتحاول تقلدها. بس بعد فترة بدأت تفقد السيطرة على أجزاء كتيرة جدا من جسمها، والموضوع بقى بيتكرر أكتر من الأول. ساعتها شكوا إن ده ممكن يكون مرض عصبي، وهنا مامة أناليس سألتها: هو أنت بتترعشي ليه؟ حاسة بإيه؟ بس أناليس ردها كان غريب: أنا طبيعية جدا، مفيش أي حاجة، وكمان أنا مش حاسة بالرعشة اللي أنت بتقولي عليها. أمها ساعتها نسيت الموضوع، لحد ما في مرة أناليس راحت لمامتها. ساعتها قالت لمامتها وهي خايفة: بصي أنا إيدي لونها أسود. هنا مامتها وباباها حسوا إن في حاجة غلط، وراحوا بأناليس المستشفى علشان يعرفوا بنتهم فيها إيه وايه اللي بيحصل لها بالظبط. بس بعد التحاليل والفحوصات اتفاجئوا ان بنتهم سليمه وما فيهاش اي حاجه. الاب والام استغربوا وسالوا الدكتور عن الحاله اللي بتحصل لها. الدكتور ساعتها رد وقال لهم ان ده ممكن يكون مرض نفسي او توتر من اللي بيشوف في البيت، يمكن من الخناقات اللي بتحصل بينكم قدامها. الاب والام انكروا ان مفيش اي مشاكل بينهم، وان حتى لو حصل مش بيحلوها قدام بنتهم. الدكتور ما كانش عنده اي تفسير للي هم بيقولوه، فروحوا البيت وقرروا ان هم تاني يوم هيروحوا بيها لمستشفى تانية. ودخل كل واحد من العيله ينام في اوضته. ولما أناليس دخلت اوضتها علشان تنام بدات تسمع اصوات همس، ما عرفتش ايه مصدرها او حتى جايه منين، فقررت ساعتها ان هي هتنام. بس بعد شويه من نومها صحيت مفزوعه، وده علشان حلمت بكابوس ان في خيال بيقول لها ستحترقين في جهنم، وكرر الجمله دي اكتر من مره. أناليس لما صحيت ما لقيتش أي حاجة قدامها، بس لاحظت خيالات لوشوش على الحيطة. لما قربت من الوشوش دي لقت 6 وشوش. بس الغريب إن مش هي بس اللي كانت بتقرب ناحية الوشوش هي كمان كانت بتقرب ناحيتها. هنا أناليس بدأت تصرخ بصوت عالي وقعدت تستنجد بأهلها، لحد ما الأب والأم صحي من النوم وجري على أوضتها. وأول لما فتحوا الباب اتفاجئوا إن أناليس متجمدة في مكانها، وقاعدة في ركن في السرير وضم ركبتها على نفسها، وصرخاتها ما بتقفش، بوشها باين عليها الخوف والرعب. ابوها وامها بداوا يهدوها ويسالوها ايه اللي حصل، لحد ما هديت شويه وبدات تحكي لوالدتها ايه اللي حصل. والام فضلت تسمع كل حاجه من بنتها، بس وقتها قالت يمكن دي هلاوس او اعراض مرضيه غريبه من بعد الرعشه. لحد ما بقينا تاني يوم وراحوا مستشفى تانيه، عملوا لها الفحوصات والتحاليل تاني علشان يطمنوا عليها، بس برضه نتيجه الفحص كانت زي اللي قبلها. أناليس سليمه ما فيهاش اي مرض. الاب والام استغربوا جدا، بس فكروا في كلام الدكتور الاولاني، وده لما قال لهم ان ممكن ده يكون مرض نفسي. ساعتها الاب والام اتجهوا فعلا لدكتور نفسي، وفي وسط الجلسه النفسيه الدكتور لاحظ ان أناليس في سر بتحاول تخبيه، او بمعنى اصح هي مش عايزه تقوله. بس الدكتور حاول يعرف هي مخبيه ايه باي طريقه، لحد ما أناليس اتكلمت وقالت له اقول لك على السر بس ما تقولش لحد. وهو طمنها وقال لها انه مش هيقول لحد. قالت لي انا في حاجه جوايا بتقول لي اعملي حاجات وانا اصلا مش عايزاها ومش عايز اعملها. الدكتور استغرب جدا وسالها سؤال تاني: هي الاصوات اللي جواكي دي بتطلب منك ايه؟ ردت وقالت له كذا حاجه، يعني مثلا بيعوزوا مني اني اطلع من البيت في اواخر الليل، واني افضل في الطريق لوحدي، وكمان بيطلبوا مني ان اعمل حمام واشرب منه، وانها تشتم بكلام بذيء جدا هي اصلا مش فاهمه معناه. هنا الدكتور خاف شويه وحس فعلا انها مريضه نفسيه، وما فكرش ولا مره انها ممكن تكون ممسوسه او ملبوسه او ملحوسه. أناليس ساعتها اتشخصت انها حاله مرضيه نفسيه، او انها شخصيه سايكوباتيه عدوانيه وبيجيلها هلاوس غريبه، وكتب لها على شويه ادويه ومهدئات. بس زي ما قلت لكم في الاول ان الاب والام كانوا متدينين، فشكوا ان بنتهم ممكن تكون فيها مس شيطاني ولازم تروح الكنيسه حالا. ولما راحوا الكنيسه اتفاجئوا برد فعل القس لما قال ان الموضوع مش بالبساطه دي. لما قال لهم ان احنا مش هنقدر نخرج الروح اللي جواها، ده لو كان في اصلا حاجه جواها،
ممكن بنتكم تكون مريضة نفسية أو عندها حالة مرضية الدكاترة ما عرفوش يوصلوا لها، بس اقترح عليها إن هو هيعمل لها اختبار بسيط، وإن هو هيمسك الصليب ويقربه منها، ولو حصل لها حاجة غريبة يبقى جواها كيان شيطاني، ولو ما حصلش حاجة غريبة يبقى هي فعلا ما فيهاش حاجة. القس جاب لها الصليب وخلاها تمسكه، وهي فضلت بصاله وقعدت تقلب فيه يمين وشمال، بس ما حسيتش بولا حاجة، ولا حتى جريت من الصليب ولا صرخت ولا طارت ولا عملت أي رد فعل يقول إنها ممسوسة. هنا القس بص لهم وقال لهم بنتكم ما فيهاش أي حاجة، ممكن تكون مريضة نفسيا بس مش ممسوسة. الأهل زعلوا جدا من القس وقالوا له إحنا وديناها لدكاترة نفسيين كتير قبل كده وقالوا لنا إن ما فيهاش أي حاجة، بس الأهل ما يقسوش وأخدوا البنت وودوها لكنيسة تانية، وعمل برضه معاها نفس الاختبار، جاب لها الصليب وشوية رموز دينية، بس برضه البنت ما ادتش أي رد فعل، فقال نفس الكلام إن بنتكم ممكن تكون مريضة نفسية بس الأكيد إنها مش ممسوسة. وبالفعل بدأوا يجهزوا إن بنتهم هتروح مستشفى الأمراض العقلية. بس في الليلة دي أناليس ملامحها بدأت تتغير، ملامحها بقت شيطانية ووشها بدأ يظهر عليه علامات الغضب. فجأة بدون أي مقدمات أناليس بدأت تشتم أبوها وأمها كل ما حد فيهم يقرب منها، وكل ما يجوا جنبها تتعصب أكتر وتشتم أكتر، وابتدت تعمل تصرفات مش مفهومة وعدوانية جدا. الأهل في الوقت ده خافوا منها جدا بس خافوا أكتر عليها فسابوها لحد ما تهدى. تاني يوم الصبح راحت الأم لأناليس بالفطار وحطت الصينية قدامها ومشيت. بعد شوية لما جت تشيل الأكل لقت الأكل زي ما هو وسألتها أناليس أنت ما أكلتيش ليه؟ فقالت لها أنا مش عايزة آكل لأن الشيء اللي جوايا مش بيحب الأكل بتاعكم. فالأم ساعتها سابتها وقالت لها براحتك، فأخدت الأكل الأم ومشيت. وكانت كل شوية بتفتح عليها الباب علشان بس تشوفها هي بخير ولا لأ. وفي مرة الأم لاحظت إن أناليس بتمسك دبانة وبتاكلها، وفي مرة تانية لقت عنكبوت ماشي وكلته برضه. حتى الصراصير يعني أي حشرة معدية أناليس بتاكلها. بس اللي خلى الأم إنها تستغرب أكتر إنها لما بتاكل حشرات بتتلذذ بيها جدا وبتحس بفرحة أكن مفيش أكل أحلى من كده في الدنيا. فيروسول دي ولا إيه؟ هنا قرر الأب والأم إن هم هيجمعوا كل الصلبان اللي موجودة في البيت وهيروحوا بالصلبان عندها. الغريب إن بنتهم بقت عدوانية أكتر وبدأت تصرخ لساعات كتير متواصلة، وبعدها بدأت تكسر الصلبان اللي موجودة في البيت كلها، وكمان كسرت كل التماثيل والرموز الدينية. دي كمان كانت بتاكل أجزاء من جسمها زي إنها مثلا بتعض في إيديها ورجلها. كان بيجيلها نوبات هستيرية تشبه الصراع، وشها كان بيتغير من البنت الطفلة اللي وشها جميل لوش شيطاني، ونظراتها كانت مرعبة جدا، تحس إن النظرات دي بتعكس نظرات الشياطين اللي لابساها. الأهل هنا معرفوش يروحوا ببنتهم فين، وحسوا إن خلاص بنتنا بتضيع مننا، فقرروا إن هم خلاص هيروحوا الكنيسة للمرة الأخيرة ويحكوا للقس الحكاية كلها. وهنا قالوا لهم إن إحنا هنحملكم المسؤولية كاملة، إحنا جينا لكم وإنتوا مرضتوش تعالجوها، يا تشوفوا حل يا تتحملوا المسؤولية. القساوسة بصوا لبعض وفعلا حسوا بالتقصير ناحية أناليس لأنها بقت في الأعراض الأخيرة للمس الشيطاني، وما كانش قدامهم غير حلين، يا إما يلحقوها وتعيش بجسم منهك أو تعبان، أو يسيبوها للروح اللي جواها تخلص عليها. فأخدوها وقعدوها على كرسي وربطوا الكرسي بقوة علشان الروح اللي جواها سواء من الجن أو الشياطين ما يقدروش يأذوها أو حتى يخلوها تأذي نفسها. القس هنا بدأ يقول اخرج منها، اكشف عن نفسك. هنا الروح اللي في أناليس بدأت تستجيب معاهم وظهر صوت خشن جدا مش صوتها، وقال للقس إن عددهم 6 جوه فين؟ هم واخدين شاليه. وبدأت أناليس تتحرك بشكل هستيري وتحاول تقطع في الحبل، وبدأت كمان إنها تقطع في هدومها وتنط من مكانها، وبقت في حالة صرع مش طبيعية، وده رغم إن حواليها 4 قساوسة. القس اللي بيقول الكلمات وبيتمتم معاه 3 تانيين. وقتها القس قال إنه كان فاكر إن عددهم كافي لإنهاء المهمة. المهم إن كان في واحد منهم أخذ أمر من الكنيسة إنه يبدأ بالرقية الفعلية على أناليس. وهنا بقى السؤال، ايه هي الرقية الفعلية؟ دي طريقة معينة بيستخدموها في طرد الأرواح، وفي وسط الرقية الفعلية الشيطان بيبدأ يتكلم على لسان الحالة. وهنا بدأوا يسألوه انت مين؟ فرد ساعتها وقال أنا بل نحن. فلما سألوا القس انت مين تاني؟ فقال أنا واحد منهم، نحن 1 2 3 4 5 6، نحن 6 من الشياطين ولسنا شيطانا واحد. وعلى حسب اللي اتقال انهم لوسيفر وهتلر ويهوذا ونيرو وفليشمان وقابيل. وهنا بقى في حالتين في الموقف ده، يا اما القس بنفسه كذاب وعايش شهرة، يا اما الشيطان اللي جواها هو اللي كذاب، ودي بقى الحالة الأقرب. القس ساعتها جاب شريط وبدأ يسجل اعترافات على لسان أناليس، وبعتوا التسجيلات دي للأسقف وعرضوها على ناس كتير متخصصة،
أناليس كانت تصرفاتها غريبة بشكل مش طبيعي، تصرفات غير بشرية ما تطلعش من بنت صغيرة. والأرواح كانوا في وسط الجلسة بيردوا: لا سلام هنا، السلام في الأعلى فقط. وكان في كلام متبادل ما بين القس والأرواح اللي جوه أناليس، كان بيقول لهم أنت هترجع لخالقك، وكان ردهم مفيش عودة لينا. أناليس لما كانت بتفوق لدقايق قليلة كانت بتقول إنها بتشوف الشياطين بيتنططوا على الأرض قدامها، وبعدها عيونها كانت بتسود بسرعة كبيرة. وفي مرة الكرسي اللي تحتها اتحرك مرة واحدة وأناليس اترفعت لفوق، فجري واحد من القساوسة علشان يحاول يشربها من الماء المقدس، بس هي رمت المية في وشه. واللي ظهر في التصوير إن المية راحت بطريقة بطيئة جدا ناحية القس ده. والجلسات كانت مرتين كل أسبوع، والقساوسة نصحوا الأب والأم إن هم ما يدوهاش أكل أو مية علشان ما تموتش، علشان هي لما بتاكل أو بتشرب حالتها بتسوء. الموضوع ده استمر لمدة سنة كاملة، ووزن أناليس ما بقاش يعدي ال 40 كيلو، وشكل أناليس بقى مرعب جدا، وهي في الأساس أصلا كان عندها مرض رئوي. فدلوقتي هي في منتهى الضعف لأن هم منعينها من الأكل لفترة طويلة، وكانوا رابطينها في كرسي خشب بسلاسل حديد. وفي آخر جملة ليها وهي بتتكلم بصوتها الطبيعي قالت: أتوسل من أجل المغفرة. وفي حالة في منتهى الضعف وهي مش قادرة تعمل أي حاجة قالت آخر جملة لأمها، قالت لها: أنا خايفة. وبعدها أناليس ماتت. مع انتشار التسجيلات بدأ التحقيق مع القساوسة اللي كانوا مسؤولين عن حالتها، واتقبض عليهم كلهم، حتى أبوها وأمها ما سلموش. اتقبض عليهم وتم اتهامهم بتهمة الإهمال المؤدي للموت، لأن حسب تقرير الطب الشرعي إن السبب الرئيسي في الموت هو الجوع، لأنهم منعوها من الأكل والشرب. والطب الشرعي كمان قال إن هم لو كانوا أجبروها على الأكل لمدة أسبوع قبل ما تموت ما كانتش ماتت. أما الشرطة بقى لفت نظرها شوية تسجيلات واللي كان فيها حوار ما بين 2 من الشياطين، وفي الحوار ده كانوا بيسألوا بعض أنهي واحد فيهم هيسيب جسم أناليس الأول، وكانوا بيتكلموا بصوت رجولي غريب. الشرطة هنا احتارت جدا وقرروا إن هم هيجيبوا دكتور نفسي يحلل الفيديوهات دي. التشخيص كالآتي: أناليس بتعاني من حالة خطيرة من نوبات الصرع اسمها الذهان الصرعي، وإنها كان ممكن تتلحق من الموت لو باباها ومامتها ودوها المستشفى قبل ما تموت بأسبوع واحد بس. واقتنعت المحكمة بكلام الدكتور النفسي، وتم الحكم على الأب والأم والقساوسة بالسجن لمدة 6 شهور. ولما قصة أناليس اتعرفت بقت بالنسبة لهم القديسة التي حاربت ال6 شياطين، وبقى عبرها مزار سياحي لناس كتير. أناليس اتعمل على قصتها أفلام رعب كتير، بس أشهرهم The Exorcism of Emily Rose. الفيلم ده يعتبر أكتر فيلم عرض الأحداث اللي كانت بتحصل في حياتها، وأول عرض ليه كان سنة 2005. وفي ناس قالوا إن هم أثناء مشاهدتهم للعرض حصل حاجات غريبة وهم بيتفرجوا. مستني نتناقش مع بعض في الكومنت عن حياة أناليس، ولو شفت فيلم إيميلي روز قولوا لي. متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب على كل البلاتفورم. وعايز أطلب منكم طلب: لو حد عنده أي تجربة حقيقية أو قصة حصلت له يبعتها لنا ونتناقش فيها مع بعض. سلام.